هل انه صحيح عندك وجود الان في شاعر بخطر حقيقي عليك؟ انا اشعر بخطر حقيقي للآتي. اشعر بخطر حقيقي لانه المناهج الان في تيار صعب جدا، التيار السلفي موجود داخل البلاد، مؤثر تاثير كبير جدا جدا. طيب انت ليه ما مؤثر؟ الجماعه بقى الصوفيه بقوا يمشوا للقضاء والمحاكم يقولوا الروح، لانه الشغله دي كتمت هنا، كتمت. حامد بابكر الله كسره، مين يزيرك ربنا طفشوا، شيخ اللمين والتكس بتاعه طفشوا مجوا بلجيكا، عرفتها؟ كلهم طفشوا بفضل الله عز وجل. بلد دي توحيد ماشي قدام، بعد شويه السودانيين ابشروا، اذا انتوا واصلتوا في التوحيد ده تمام وعبدتوا ربنا وحدتوا تمام وتبعتوا الرسول تمام وخلصتوا النيه، بنزين بيبقى يزور رخيص، مويه مجان، شمس دي تبقى بارده، مكيفات في البيت في العربيه، اي زور الله شفتها كان ما اداك يديك كليك ان شاء الله تعالى باذن الله سبحانه وتعالى. بس وحدوا ربنا، وده كلام الله ما كلامي. ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، وده جاعل لنا صوفيه فوق من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. بس عصر على التوحيد، كل ما السكر يتعدم اجلد الصوفيه دي واجلد الشرك وانشر التوحيد. كل ما البنزين تلقى صفوف في الطرمبات معناته الصوفيه دي احنا قصرنا في جليدهم شويه، ينجلدوا طوالي والله العظيم جد. كل ما العيشه بقت خفيفه، خففوها يا جماعه بتاعنا الافران، معناته الصوفيه دايرين جلد زياده، لانه الصوفيه نشروا الشرك وما في ذنب اعظم من الشرك. ربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والشرك ده ان نشر الصوفيه في البلد دي، ما يغشوك انصار السنه يقول لك لا الشيعه، والله لو جبنا ركشه ما نملا شيعه يا انصار سنه يا بليد، ما في شيعه هنا. افهم كلامي ده، اذا في 2 3 اشخاص فقط شيعه ديل في النهايه صوفيه، صحيح ولا ما صحيح؟ النهايه بيقولون شنو؟ صوفي الياغوت المتهمين الناس انه شيعه بتاع جبلولي شنو؟ صوفي. ديل صوفيه في النهايه ناس افهموا. الصوفيه هي الداء العضال والسرطان الخبيث في البلد دي، وتضيعوا الدين الصوفيه، وتضيعوا الاسلام في البلد دي الصوفيه، والغلوا الاسعار الصوفيه، وتضيعوا الاقتصاد والعسكر واي حاجه والامن هم الصوفيه ديل، لانه نشروا الشرك وحاربوا الله بالشرك، وما في ذنب اعظم من الشرك يا جماعه. فاذا كان الصوفيه حاربوا الله بالشرك، ربنا عز وجل ما بيرحمنا الا نزيل الشرك ده من قلوب الناس بالدعوه الزي دي.